السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض شوكولاتة دبي على قد ايدينا، وان شاء الله تنول اعجابكم. معايا هنا كنافة هحمرها في شوية زيت. معايا شوكولاتة بيضة وشوكولاتة بني هسيحهم على حمام مية مع معلقة زيت لكل طبق، فهحط فيه معلقة صغيرة من الزيت بس عشان اللمعة بتاعة الشوكولاتة. معانا بقى هنا فستق الكداب بتاع الغلابة. معايا شوية من السوداني طحنتهم كويس لحد ما بدأوا يطلعوا الزيت، حطيت عليهم معلقة من العسل النحل ومعلقة كمان صغيرة من الزيت النباتي بس ما يكونش له ريحة. وطحنتهم بالشكل ده. ولما اجي اعملها اضيفها للكنافة هحط عليها معلقة صغيرة كمان من الزيت. معايا هنا المول اللي انا هشتغل فيه مول سيليكون، ودي كنافة بعد ما حمرتها. هضيف عليها الفستق الكداب بتاعنا، وده اللون الاخضر الغذائي اللي انا استخدمته، لون اخضر جيل. كده انا سيحت الشوكولاته البيضاء، هجيبها بقى واستخدمها ان انا هعمل بها اشكال عشوائيه جوه المول السيليكون. اي شكل باي طريقه، يعني انا عاملاها اي حاجه كده بطريقه عشوائيه خالص. وهجيب معلقه صغيره من الشوكولاته البيضاء، احط عليها نقطه صغيره من اللون الجيل الاخضر مع معلقه برضو صغيره من الزيت، او يعني حاجه بسيطه قوي من الزيت، علشان الشوكولاته البيضاء ما بتاخدش غير الوان زيت، واللي معايا ده لون جيل. فهضيف لهم معلقه زيت، والحمد لله هي نفعت. انا اول مره اجربها ومسكت وكويسه وكل حاجه وما جمدتش، يعني ما كتلتش مني، دنتها سايله عادي زي ما هي. كده الشوكولاته البني سيحناها برضو على حمام ميه مع معلقه زيت عشان اللمعه. هنحط بقى في المول كده في كل فتحه من فتحات المول. هنحط شويه من الشوكولاته البني، ونحاول ان احنا نوزعها فيها كويس عشان تعمل غلاف مظبوط للكنافه. بالشكل ده نحاول ان احنا نوزعها بقدر الامكان بطريقه سهله وبسيطه، ونحاول ان احنا نوزعها كويس جدا، ما نسيبش اي فراغات عشان تبقى ماسكه كويسه، ما يبقاش فيه كنافه باينه من الجناب، لانها حصلت معايا في اتنين ما كانوش متغلفين كويس من الجناب من تحت، فكنافه ظهرت منهم. فنخلي بالنا من النقطه دي عشان التغليف يبقى كويس، تغليف الشوكولاته طبعا. كده انا المفروض كنت اكتفيت بالزبده اللي انا نزلتها دي، زبده الفول السوداني دي كنت المفروض خلصتها كده، كان ده كفايه قوي عشان ما تبقاش سايله بالطريقه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي. كده بقت سايله لان نزلت بقيه الكميه كلها، فكنت المفروض استكفيت بالحبه الاولانيين اللي انا حطيتهم. فانا هحاول ان انا اخدها بالطريقه دي، واحاول ان انا اصفيها شويه كده من السوائل اللي فيها، واخدها احطها في قلب القوالب، واحاول ان انا اسويها جوه القالب، واخبطها خبطتين كده علشان تتجانس مع بعضها وتبقى مستوية. احاول اي حتة فاضية احط فيها، واحاول ان انا اسويها كويس. هسيبها بقى على جنب لحد ما الشوكولاتة البني تطلع، وبعدين اغطي الطبقة دي بالشوكولاتة البني بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. احاول ان انا بالراحة كده وامشي على الفتحات نفسها علشان ما تطلعش مني برا بزيادة، واديها برضو خبطتين كده عشان لو في فراغ ولا حاجة ولا هوا ينزل. اي حته هحس انها فاضيه وما فيهاش شوكولاته كفايه احط، واسيبها بقى تجمد لحد ما تطلع. نطلعها من المول ونفرخها بالشكل ده، ونغلفها بورق التغليف اللي هو زي ورق البسكوت او اي ورق تغليف متاح عندك. هي بالشكل ده ما شاء الله جميله. يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب العالمين، وان شاء الله تنول اعجابكم وتعجب اولادكم. هي بالشكل ده بعد ما غلفتها، ودي قطعة انا ما غلفتهاش. يا رب تنول اعجابكم ان شاء الله، والى اللقاء في فيديو جديد. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك.